السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بكم. ان شاء الله النهارده نعمل عرق بطريقة بقى سهلة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله. دلوقتي هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وهنجيب عرق من عند الجزار، عايزين عرق تريبيانكو. وهنجيب العرق التريبيانكو نشطفه شطفة حلوة قوي وننشفه، وبعد ما بننشفه كويس بنعمل فيه فتحات بالطول وبالعرض، يعني في كل العرق، وندخل فيها التوم بتاعنا بنفس الشكل ده كده. لو التومه بتاعتك كبيره اقسميها نصين. والتوم بيدي تيست عالي قوي يا جماعه، وريحه وطعم رهيب. وهنجيب الخيط بتاعنا ونلف الخيط، يكون خيط دباره، ما عنديش هتجيبي خيط عادي خالص موجود في البيت، اي خيط اي لون عادي. ونروح لافين العرق بالطول الاول زي ما احنا شايفين كده، ننزل بالطول على جميع الاتجاهات، وبعد كده ننزل بيه بالعرض دواير دواير دواير، ونربط اخر فتله في العرق من تحت. وهنجيب طبق فاضي ونسمي الله كده او بوله، ونرش فيها رشة من الفلفل الأسود والكمون والبابريكا والزعتر والروزماري وكل التوابل دي، طبعا الملح ورشة من السكر بسيطة، ولو عندنا عسل تمام قوي ماشي، عسل اسود عسل ابيض كل اللي عندك حطيه، ومعلقة خل، كل ده اوكي. عايزة معلقة صلصة ماشي يمشي تمام برضو، بس انا استكفيت بالتوابل بتاعتي بس. واديته بقى تتبيلة من كل الجوانب كده، بصي غرقته تتبيلة، غرقته قصدي توابل. ورحت سايباه بقى قيمة نص ساعة كده ولا ساعة، ياخد من طعم التوابل بتاعتنا وجميل قوي. وجيب بقى طاسه فاضيه على النار، فاضيه خالص وتسخن قوي قوي، وهنزل بقى بالعرق بتاعي اديله صدمه. وبعد كده ما بنزل بيه بروح جايبه بقى معلقه سمنه كبيره واقلب فيها العرق ده واديله لون من جميع الاتجاهات. وطبعا بجيب من الراس من فوق لون ومن تحت لون كده. انا ضمنت ان العرق بتاعي خد ايه، كل اللون من جميع الاتجاهات. وبعد كده بجيب جزرايه متقطعه طرنشات، وطماطميتين متقطعين او ممكن ما اقطعهمش خالص زي ما انا حطيتهم كده، وطبعا بصلايه متقطعه اربع تربع، بصلايه كبيره كده محترمه، وفصين توم، ولو عندك كرفس اوكي. واروح بقى محمره البصل والثوم والحاجات بتاعتي الناشفه دي في قلب العرق يعني. بيدي بقى ريحه، وبصي جميله جدا جدا، هتقلب لك ريحه المكان اصلا وتوديه في حته تانية. واقلب مع العرق، وبعد كده بيكون عندي حله على النار فيها ميه بتغلي، هنزل بكل المكونات اللي في الطاسه دي بتاعتي في قلب الحله، وهغطي عليها واحط لها معلقه سكر، واسيبها بقى على نار متوسطه تاخد وتدي مع بعض. وبعد كده بجيب بصلايه مفرومه كبيره ناعم، وفي حله كبيره بنزل فيها واقلبها شويه بمعلقتين سمنه بلدي كبار، واقلب شويه كتار كده، وانزل بقى بجزرايه وقرن فلفل رومي واقلبهم شويه. بعد كده بنزل بالتوابل بتاعتي، بيكون عباره عن لوري وحبهان وقرفه ولومي، واحطهم واقلبهم، واركن بقى ايه الخلطه دي على جنب، واجيب حله على النار تانية فيها ميه بتغلي وفيها 3 معالق زيت كبار، يفضل يكون زيت زيتون، ما عنديش زيت عادي بتاع الاكل العادي، وليمونه كبيره معصوره، وطبعا معلقه ملح صغيره علشان يبقى طعمه المزازه وفي نفس الوقت حادق. وانزل بقى بورق العنب بتاعي الجميل ده كده، بعد ما بديله شطفه تحت الحنفيه بنزل بيه ورق اتنين اتنين، هو طبعا متربط يعني ربطتين ربطتين، واقلب على الوش ده دقيقه وعلى الوش ده دقيقه، هو ما بياخدش ثواني ويكون استوى معايا، لانه مش بيستوي، بياخد يا دوبك بس كده بيدبل. واطلعه يتصفى واركنه، واجيب التسبيكه، طبعا احنا عملناها مع بعض كتير، واروح نازله بالتسبيكه دي بتاعتي متفرزه في الحله. اول ما تفك معايا كده بنزل بقى بالرز بتاعي مغسول، واروح مقلباه شويه معاها، واروح نازله بالملح والفلفل والكمون والقرفه، واقلبهم شويه وسبع بهارات. لو عندك توابل محشي اوكي. وبعد كده بقى اخر حاجه بنزل بيها الخضره، واروح طبعا بجيب الورق العنب، وزي ما احنا شايفين كده بحط حبه على صباعي، لو الورقه كبيره بقسمها نصين على ايدي والفها كده بنفس الشكل بالراحه كده. هتلاقيني لفيت ورق العنب باسهل طريقه. لو عايزه على طبق قدامك ماشي تمام، بس والله على ايدك سهل جدا مش هياخد ثواني. وطبعا عملناها كتير، ولو في فيديوهات تانية شوفيها هتلاقي فيها ورق العنب بطريقه سهله كمان وبسيطه. وبعد كده بجيب ورق الجلاش، ونجيب صينيه بقى ونبتدي ننزل بورقتين ورقتين من الجلاش مدهونين. بعد ما نكون نحط ورقتين نحط معلقه سمنه كبيره، ونفضل نص ورقه الجلاش. وبعد كده بنحط الخلطه بتاعتنا اللي هي عباره عن لحمه مفرومه شاورما اللي انت عايزاه، بس انا بحط شاورما. وبعد كده بكمل نص ورقه الجلاش التاني، وبرده بين كل ورقتين بحط معلقه سمنه كبيره. وانا بصوا اسفه، انا حاولت ابطأ عشان اوريكم طريقه اللف الورق العنب والجلاش، بس هو علق سنه، احنا بقى نعتذر عن هذا الخطأ. المهم نكمل بقى ورقة الجلاش بتاعتنا بنفس الطريقة،
ونقطعها، لازم نقطعها قبل ما تخش الفرن. عايزاها سمبوكسات اوكي، عايزاها مربعات ماشي اوكي، طول وعرض. وايه، وبعد ما كده بنعمل لها تشريبه. التشريبه دي عباره عن ايه؟ عن كوبايه لبن كبيره، مج لبن كبير كده محترم، وبضايه ورشه فلفل اسود ورشه كمون، واقلبهم كويس قوي مع بعض. بحط الفلفل والكمون على البيض، وبعد كده بنزل بالايه، بمج اللبن الكبير على البيض، ومعلقه سمنه ضروري. واروح بقى نازله ساقيه الجلاش بتاعي كله، واسيبه نص ساعه يتشرب التشريبه بتاعتي دي. لما بيخش الفرن بعد نص ساعه من التشريبه بيورق ويبقى في منتهى الجمال، ويديكي سمك عالي كده ويتنفخ ويبقى جميل خالص. وده طبعا العرق بتاعي بعد ما خرج من النار وصفيته، بسيبه يبرد وبعد كده بشيل الخيط، ما اشيلوش الاول، اسيبه يبرد وبعد كده اشيل الخيط. وده كده شكل الورق العنب بعد ما خلصنا. وشفتوا الرصه جميله ازاي وسهل، ما بياخدش والله الورق العنب ما بياخدش وقت، بس اهم حاجه التركيز. ركزي ولفي كويس عشان ما يفكش منك. وحطي قرنين 3 فلفل كده سبايسي رومي اللي انت عايزاه، يدي نكهه وطعم في الورق العنب. ورحت بقى ايه، غطيت الورق العنب. انا قبل كده قلت لكم الطريقه اللي بسقي بيها ورق العنب هي عباره عن شوربه وليمونه معصوره طبعا، ومعلقه دبس الرمان، واقلبهم كويس قوي. طبعا الشوربه حقيقه، واسقي بيها ورق العنب. واول بقى ورق العنب ما بيتشرب بوطي عليه. اهم حاجه بغطيه بطبق من على الوش علشان الرز بتاعي ما يفكش لما بيغلي. وهنا بقى جبت الرز البسمتي بتاعي، وببله قبلها بنص ساعه، واصفيه كويس، واروح نازله فيه على الخلطه اللي عملتها، بصل وجزر وفلفل والتوابل بتاعته، واقلبه كويس قوي. وبعد كده بحط له لون زعفران، واروح بقى نازله بالشوربه بتاعتي، وتكون الشوربه بتاعتي مغطيه الرز البسمتي، لانه يعني ايه، بياخد شوربه شويه، مش معجن، يا دوبك تغطيه زي الرز العادي. بعد ما ببله بيبقى زي الرز العادي على طول. واروح بقى ايه، هو اتشرب معايا، اروح مغطيه عليه واسيبه. اول ما بيستوي بشيله من على النار. وكده شكل ورق العنب بتاعي بعد ما استوى واتطفيت عليه. وكده الجلاش بتاعي بجيب بقى شوربه، معلقتين من الشوربه او مغرفه من الشوربه، واسقي بيها الجلاش واغطيه علشان يبقى طري معايا. وبعد كده بجيب بقى رز البسمتي. بصوا لونه جميل ازاي، لونه خطير، وورق العنب تحفه تحفه. بص ما شاء الله، مش فاكك ولا فيه رز ولا فيه اي حاجه. وبعد كده بقى بنجيب العيش الشامي بتاعنا، ونقطعه حتت صغيره او نقصه بالمقص، وندخله الفرن عليه رشه كاري وكركم ورشه ملح صغيره، وبابريكا، وندخله الفرن ومعلقه سمنه يتحمص، واطلعه بقى ارصه في طبق. وطبعا قطعت العرق بتاعي، العرق طول ما هو برد تماما تماما يا جماعه ساقع، واروح مقطعه شرايح، بيبقى في منتهى السهوله وبيتقطع معايا، تكون السكينه بتاعتي حاميه. واروح بقى رصه الورق، معلش العيش، وبعد كده الرز، وبعد كده بقى احط اللحمه وعليها حبه مكسرات متحمرين بسمنه. الله الله الله. وكده شكل الجلاش وورق العنب والرز البسمتي والعرق. الله، ما تنسونيش